السلام عليكم. مبروك التتويج لنادي ريال مدريد كأس العالم للأندية الخامسة في التاريخ ديالو واللقب رقم 100. ريال مدريد قدم مباراة كبيرة قدام الهلال السعودي، أيضا حتى هو اللي قدم مباراة كبيرة. هي الأمور كانت محسومة من الأول، ولكن كما تيقولوا المصريين حبينا نقرب، يعني بغينا نجربوا حظ ديالنا. ريال مدريد تلاقى مع الاهلي المصري في النصف النهائي، من بعد الى النهائي مع الهلال اللي فاز عليها ب5-3. المباراة عرفت تسجيل 8 اهداف، تألقوا مجموعة من اللاعبين على رأسهم فينيسيوس، كروس، مودريتش، بنزيما، وكذلك المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، يعني العجوز اللي كيقدم مستويات كبيرة في نادي ريال مدريد. هذا اللقب غيزيد يعني يحفز اللاعبين ويقدموا مستويات كبيرة، يعني عندهم لقاءات حاسمة لا في البطولة ولا على نصف النهائي اللي غيلعبوا كأس الملك أمام برشلونة، وكذلك عصبة الأبطال في اللقاء اللي غادي يجمعهم مع ليفربول اللي كيمر من يعني فترة عصيبة جدا جدا جدا. ولكن نتمناو انه يصحوا قدام ريال مدريد ونشوفوا مباراة كبيرة يقدمها ليفربول، وكنظن اننا نشوفوا مباراة كبيرة. اليوم جينا ماشي باش نحلوا الماتش او لا نقولوا شكون التمريرات وكذا وكذا، اليوم جينا باش نهضروا على واحد الموضوع اللي حساس شوية. علاش حنا مثلا كافريقيين واسيويين نلعبوا الاقصائيات من الاول؟ علاش اوروبا، بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه كتعطاه نصف النهائي مباشره؟ علاش الاتحادات الافريقيه والاسيويه صامتين ساكتين؟ علاش الفيفا كتطبق هذه العنصريه في حق الانديه الافريقيه والاسيويه؟ علاش مثلا حنا يعني عارفين المستويات، المستوى ديال ريال مدريد ولا ديال فلامينغو مقارنه مع الدول الاسيويه ولا مستويات الفرق الاسيويه والافريقيه، راه النيفو كما تنقولوا طالع شويه. ولكن راه في حد ذاته ما يمكنش، انت خاصك تعطي تكافؤ الفرص. الا كان اللقاء خاصو يتلعب، كل شيء خاص يلعب من ادوار طلائعيه، بدا من البدايه وانت لاعب دور مجموعات، من دور مجموعات ربع ولا نصف ولا نهائي، من دور مجموعات ديريكتوم. الا كانوا مجموعات دير مجموعات ومن بعد من دور نهائي مباشره. علاش غادي نلعبوا احنا الدور الاول كما لعبت الوداد امام الهلال السعودي، وكما لعبت النادي المصري الاهلي المصري، ومن بعد عاد ندوزو نتلاقاو مع ريال مدريد ولا مع فلامينغو نتقصاو ونجيو في حالاتنا؟ خاص الاقصائيات دار من الاول. علاش هذه العنصريه كتطبق من طرف الفيفا على الدول الافريقيه، مع العلم ان الاتحادات ساكته صاقله؟ حنا كنتمناو ان كما قال جاني انفانتينو يعني في كاس العالم قطر فيفا 2022، وقال لهم بان غتكون تقريبا هذا العام ولا العام الماجي تكون اخر نسخه اللي كتنظم فيها كاس العالم للانديه بهذه الطريقه، ما غيبقاو 7 الانديه كيشاركوا ويكون اوروبا راه كما جات ريال مدريد عطاوها اللقب وصافي. يعني ملي كتجي فرقه كتلعب نصف نهائي ونهائي راه عطيتيها اللقب، انت بحال ضحكتي معها ولا بحال مجامله. المهم كنتمناو كما قال انفانتينو على ان كاس العالم للانديه ما يبقاش يتلعب فيه 7 المنتخبات 7 الانديه عفوا، ونشوفوا مثلا 32 نادي ولا 20 ولا 16 ولا 100. المهم تكون تنافسيه ويكون داك الشيء تكافؤ الفرص ما بين جميع الانديه، ونشوفوا انديه اخرى كتوج ناهيك عن الانديه الاوروبيه وامريكا الجنوبيه. اما الانديه الافريقيه والانديه الاسيويه كنظن ان الاتحادات الافريقيه والاسيويه كان عليهم ما يشاركوش اصلا. انت ما تشاركش حسن ليك. علاش انت غتشارك؟ غتلعب من دور مجموعات مثلا، غتلعب من الادوار الاولى، او فريق غيجي غيشارك غيلعب من نصف النهائي. فين كاين تكافؤ الفرص في هذا الشيء؟ يعني على هذا الحساب حنا مثلا غنمشيو لكاس العالم، نعطيو كاس العالم اللي فازت مثلا وصلت النهائي ونصف النهائي، الفرق اللي وصلوا النهائي ونصف النهائي نجيو نعطيهم ديريكتومون يلعبوا ربع النهائي وما ندخلوهمش للمجموعات. وراه هذا هو الشيء اللي كاين.
علاش ديما القاره الافريقيه والقاره الاسيويه يعني محقوره بهذا المعنى وتحت الصبار بهذا المعنى كما قال ديدي دروغبا. لان فرانس فوتبول كتقدم مثلا جائزه الكره الذهبيه لاحسن لاعب في العالم، مع العلم ان الذهب ماشي من جنوب مالي. لاعبين افارقه في مستويات كبيره وعلى راسهم ديدي دروغبا اللي قال هذه الهضره، وايطو ومجموعه من اللاعبين المخضرمين اللي دازوا، وجورج ويا اللي قدم 5 مستويات رائعه، كان على الاقل ياخذ 3 ولا 4 الكرات الذهبيه، عطاوه غير وحده. علاش انت كلاعب افريقي ولا لاعب اسيوي تم التهميش ديالك؟ هاد الحوايج راه صراحه كدل يعني واحد العنصريه اللي تتكون مقيته شويه في حق اللاعبين الافارقه والاسيويين بصفه عامه. انا كما شفنا مثلا ملي فازت ليفربول بالشامبيونز ليغ، راه كان من بين اللاعبين اللي كيستاهلوا انهم ياخذوا الكره الذهبيه ماني، ما تعطاتوش الكره الذهبيه. علاش؟ لانه افريقي بهذا المعنى. هذا هو اللي كاين. يعني انت ملي كتشوف بحال هذه المسابقات يعني بلا ما تمشي تلعب صافي، لا الاتحاد المصري ولا الاتحاد المغربي ولا الاتحاد السعودي يقول لهم ستوب اخويا، كانوا الاقصائيات من الاول مرحبا، لعبوا معاكم كره، تكون تكافؤ الفرص ناهيك عند تكون كما بغى يكون النادي، يعني نادي كبير بحجم كبير ولا الله اعلم. المهم تكافؤ الفرص من الاول، ادوار نلعبوا مجموعات ولا اقصاءات ولا شي لعب مع شي ترون الدعوه، مهم ونتاهلوا ونلعبوا نصف نهائي ولا نهائي مباشره. ديروا مجموعات، مجموعه فيها 4 ومجموعه فيها 3، واللي تاهلوا الجوج الاولين يتلاقاو في الفينال. وتكون هنا مبدا ديال تكافؤ الفرص، وما يكونش الاحتقار ديال الافارقه والاسيويين. السلام عليكم.